أهلا بيكم في قناة فيلميزو. في الأول صلي على النبي ويلا بينا نبدأ. بيبدأ فيلمنا في أفغانستان سنة 2021. كان في واحد اسمه أمير قاعد مستكنيس في قهوة. فجأة قام جرى على بيته بسرعة، راح للساحة اللي كان بيحط فيها كلابه، لقى فيها شوية أسرى من الجيش الأمريكي كان هو اللي خطفهم. كل الناس في المدينة كانوا عارفين إن أمير ده شخص همجي وقائد إرهابي بيخوف الناس في المدينة. أمير خد الأسرى دول ووداهم نص السوق وبدأ يشحن الناس ويقول إن واحدة من الأسرى دول ست اسمها جيك كانت تبع قوات المارينز الأمريكية. قال إنها جت أفغانستان عشان تأذي المسلمين وتهين الرسول صلى الله عليه وسلم. لما أمير وزع الحجارة على كل الأسرى ما عدا جيك، فيه واحد رفض يحدف الحجر بتاعه. أمير راح ضارب واحد من رجالته بالنار بدل ما يعاقب اللي رفض. الراجل اللي رفض ما كانش عايز أي أبرياء تانيين يتأذوا، فقرر الجندي إنه يحدف الحجارة على جيك زي بقية الناس. بعدها بفترة قصيرة جت طيارتين هليكوبتر من القوات الجوية الأمريكية عشان ينقذوا الأسرى ويفضوا المكان. ده خلى كل الناس بما فيهم جماعة أمير يجروا عشان ينقذوا نفسهم. القوات بدأت تضرب نار على الناس وناس كتير اتصابت. لما واحدة من الهليكوبترات دي بدأت تطير، أمير مسك قاذف قنابل وضربها بيه ونزلها. الطيار التاني قرر يمشي على طول عشان الموضوع كان مستحيل. جيك فضلت تصوت عليه وتقول له يرجع ينقذ زمايلها، بس الطيار رفض. من بعيد أمير كان بيقتل بقية الأسرى. في حتة تانية في مدرسة ثانوية في باكستان، بعد الدراسة شافوا طالبة اسمها بيا وصحابها بيدخنوا في الحمام. قطعهم صوت ضرب نار واكتشفوا إن في أعضاء مشتبه فيهم من داعش دخلوا المدرسة. الطلاب كانوا مرعوبين وبيجروا في كل حتة وبعضهم استخبى في الفصول. بيا وصحابها الأمريكان اللي كانوا في الحمام قرروا يجروا على السطح. بيا بشجاعة بصت من على طرف السطح عشان تشوف إيه اللي بيحصل تحت. طلع إن قائد المجموعة هو أمير، نفس الراجل اللي كان خطف كذا جندي أمريكي في أفغانستان. كان في سبب خلاه يجي المدرسة دي، كان بيدور على بيا بنت وزيرة التعليم الأفغانية والسفيرة الأمريكية كاميلا دوراني. أمير سأل المدرسة عن بيا، بس المدرسة كدبت وقالت إنها غايبة عشان عيانة. أمير ما صدقهاش وضربها بالنار. بيا وأصحابها نزلوا بسرعة وجريوا عشان يبعدوا عن المكان ده. كانوا بيحاولوا يوصلوا للبارك عشان يهربوا، بس وهم نازلين السلالم بيا خبطت في واحد من الإرهابيين بالغلط. قدرت تمسك سلاحه وضربت بيه الراجل ده، وواحد تاني جه وراه. بس لما أمير ظهر بيا كانت خلصت الرصاص واضطمرت تجري. أمير ورجالته مسكوا بيا وأصحابها اللي كانوا مستخبين على السطح. بيا حاولت تقف لأمير بس هو كان أقوى منها. كعقاب ليها عشان وقفت قدامه، أمير أمر رجالته يرموا بنتين من على السطح. بعد ما خطف بيا و4 عيال لدبلوماسيين أمريكيين، أمير قال للحكومة إنه هيرجع البنات دول لو دفعوا 10 مليون دولار لكل واحدة. طلب كمان إن الحكومة الأفغانية تفرج عن راجل من طالبان اسمه الشيخ الشمالي، وده لازم يحصل في 5 أيام بس. في أمريكا بعد سنة من إنقاذ جيك، قابلت قائد عسكري في وحدتها. طلع إنها من سنة فاتت حاولت ترفع قضية على الطيار اللي أنقذ حياتها عشان كانت فاكراه جبان عشان ساب المكان وخلاها تخسر صحابها. بس القادة العسكريين ما خدوش قضيتها جد وما حكموش على الطيار عشان كانوا شايفين إنه عمل الصح. جيك راحت الجيم عشان تطلع غضبها وخلص بيها المطاف إن اتخانقت مع شريكتها في التمرين. بعد ما خلصت تمرينها، قائد عسكري اسمه ترافيس قرب منها وطلب يقابلها بره عشان كان عايز يقول لها حاجة مهمة. طلع إن ترافيس جه يطلب من جيك تنضم لفريقه في مهمة سرية للغاية في قويتا جنب حدود أفغانستان وباكستان. قال إن في عيال اتخطفوا ومهمتهم إنهم ينقذوا 5 بنات. في الأول جيك رفضت عشان كانت فاكرة إن دي مسؤولية المخابرات المركزية CIA، بس ترافيس شرح إن المخابرات حاولت قبل كده ومحاولتهم فشلت. وبعدين قال له إن الإرهابي اللي بيدوروا عليه هو أمير، الراجل اللي قتل فريق جيك في أفغانستان. بسبب الانتقام الشخصي ده، جيك وافقت في الآخر. باستخدام هوية مزيفة باسم جيسيكا رابت من كندا، جيك وصلت المطار في كويتا تاني يوم. واحد طيب من باكستان اسمه عباس استلمها وساقت العربية زي المجنونة. لما جيك وصلت الأوتيل، واحدة اسمها روكي سلمت عليها واتكلموا شوية قبل ما يطلعوا الدور الثالث. في الأوضة جيك قابلت التيم اللي هتشتغل معاه،
مجموعة من الستات الجامدة، منهم روكي الميكانيكية، جيك الفنية، شوتر خبيرة الأسلحة، بومب خبيرة المتفجرات، وميديك اللي هتكون الدكتورة بتاعتهم. مهمتهم كانت إنهم يوصلوا أدوية لمدينة في أفغانستان قريبة من الحدود الباكستانية. اختاروا المدينة دي عشان دي أبعد حتة الأجانب يقدروا يروحوها. لما يوصلوا هناك عربيتهم هتعمل نفسها عطلانة، وهيكون معاهم كام يوم بس عشان ينفذوا المهمة، عشان دي المدة اللي هيكون معاهم فيها الأدوات اللي تصلح العربية. ما كانش معاهم أي أسلحة عشان يعدوا الحدود، فكانوا معتمدين على ترافيس إنه يجهز كل حاجة في أفغانستان. جيك كانت بتتسائل مين بيا دي؟ بما إنها الوحيدة من ال5 بنات المخطوفين اللي مش أمريكية. شوتر قالت إن بيا بنت وزيرة التعليم الأفغانية والسفيرة الأمريكية كاميلا دوراني. بعد كده جيك راحت سيبر، مقهى إنترنت، عشان تكلم ست من طالبان كانت أنقذت حياتها. طلبت منها تساعدها في تحديد مكان الطالبات اللي داعش خطفهم وودوهم أفغانستان. على الناحية التانية كاميلا كانت بتفكر تدفع لأمير 10 مليون دولار عشان ترجع بنتها في أسرع وقت. كانت قلقانة جدا من فكرة إن الإرهابي ده ممكن يأذي بنتها أول واحدة، بس جيك وترافيس ما كانوش شايفين إن دي فكرة كويسة، عشان ال10 مليون دول هيساعدوا بنتها هي بس مش باقي الرهائن. فكاميلا وافقت استنى ترافيس وفريقه عشان ينقذوا بنتها والرهائن التانيين. كاميلا لاحظت قد إيه الموضوع صعب على الأجانب إنهم يعدوا الحدود، فعرضت إنها تساعد. لما وصلوا الحدود صاحب كاميلا القديم بشير كان هناك عشان يساعدهم. تاني يوم لما جيك والباقي راحوا أفغانستان، جيك قابلت عباس الراجل اللي وصلها من المطار قبل كده. جيك ركبت واحدة من العربيات وبدأت تتكلم مع السواق مالك اللي طلع أخو عباس الصغير. بعد كام ساعة جيك والفريق كانوا على الحدود لما العساكر الأفغان وقفوهم. عباس بسرعة شرح إنهم شايلين أدوية، بس العساكر ما صدقوش. بدأوا ينزلوا الحاجة من العربية لحد ما جه ملازم ووقف التفتيش. طلع إن ده بشير صاحب كاميلا اللي كان شغال في الحدود. في نفس الوقت في مخبأ أمير طلب من طالبة إنها تتكلم معاه، ادها فرصة للحرية مقابل إنها تعمل خدمة، وهي وافقت على طول. طلب منها توصل جواب لقسم البوليس وما ترددتش. في الوقت ده ترافيس وجيك والفريق وصلوا للمكان اللي رايحينه عشان يتبرعوا بالأدوية، وبعدين روكي لعبت في العربية بتاعتهم عشان ما تشتغلش، وده عشان يكسبوا وقت. بعدها عباس جه وقال لهم إنهم ممكن يقعدوا مع الجيش الأفغاني لحد ما يصلحوا العربية. بعدين ترافيس خد شوتر وبومب عشان يجيبوا أسلحة، بس المكان كان اتدمر على إيد طالبان وما بقاش فيه أي أسلحة. على الناحية التانية واحدة من الطالبات اتقبض عليها في قسم البوليس بواسطة واحد من رجال أمير. البنت سلمت الجواب للشرطة، وفجأة حصل انفجار ضخم دمر المبنى كله. ترافيس وفريقه كانوا مصدومين وحسبوا إن داعش هي اللي ورا الموضوع ده. بعد كام دقيقة جيك رجعت الأوتيل وقالت لكل على المعلومات اللي جابتها من صاحبتها بتاعة طالبان عن مكان الطالبات ومكان مقر أمير. قرروا إنهم يهاجموا مخزن أسلحة الأول قبل ما يشنوا الهجوم الرئيسي بالليل. الليلة دي جيك والفريق كانوا بيجهزوا عشان يهاجموا المخزن. عملوا انفجار كبير عشان يشتتوا الحراس، وبعدين قتلوا الحارس لما سنحت الفرصة. للأسف جيك وفريقها وهم بيحاولوا يجروا، واحد من جنود العدو صاب الدكتور مايك. جيك مرضيتش تسيب حد وراها، فخلت مالك يلف العربية. قدروا يدخلوا الدكتور مايك العربية، بس بعدين العدو ضرب ترافيس بالنار. كلهم ركبوا العربية وجريوا بسرعة من هناك. الصبح بدري في بيت بشير صاحب كاميلا، جيك وفريقها وصلوا عشان يدفنوا ترافيس والدكتور مايك اللي ماتوا امبارح بالليل. بعد كام ساعة جيك سمعت صوت جاي من أوضة المعيشة لما لقت كاميلا بتتكلم مع شوية من فريقه. كاميلا شرحت إنها جت أفغانستان عشان تدفع فدية 10 مليون دولار بس عشان تحرر بيا، بس لما فلوس الفدية اتراجعت اكتشفوا إنها مزورة. كاميلا قالت إن جماعة أمير مش أذكياء قوي وما بيقدروش يفرقوا بين الفلوس الحقيقية والمزورة. بعد كده ودعتهم واتمنت إنهم لسه يقدروا ينقذوا بيا وأصحابها. على الناحية التانية أمير كلم بيا وقال لها إنها أقرع ست قابلتها في حياتها. بيا قالت له إنها مش خايفة من عصابتهم بالرغم من إنهم أسروها. بعدين فجأة أمير فجر مفاجأة، كان عايز يتجوزها. السبب كان عايز ولادهم يورثوا شجاعتهم، وكمان قال لها كده عادي إنها لو رفضته صحابها هيتأذوا أذى كبير. في مكان تاني
جيك وعصبته كانوا مرعوبين لما شافوا عربية غريبة بتقرب، بس طلعت دي عوة اللي جيك كان كلمها قبل كده. جيك كانت عايزة تستلف تليفونها، بس هي ما كانش معاها تليفون عشان كانت قلقانة إنهم يتبعوها. في نفس اليوم الشيخ الشمالي كان هيتنقل بباص سجن وهيكون معاها عربيتين حراسة. في نفس الوقت طلع إن مش بعيد من هناك روكي وجيك كانوا بيستخدموا طيارة بدون طيارة عشان يتابعوا محركاتهم. بعد ما عرف الشيخ هيتودى فين جريوا عشان يعترضوه. للأسف روكي اتزحلقت وخبطت في الباص وسقها اتحشرت. الأعداء وصلوا بسرعة وبدأوا يهاجموهم، فروكي ترجت جيك إنها تسيبها وتمشي عشان ما يتمسكوش. في نفس الوقت الضرب النار فضل شغال وعباس اتصاب ومات. عباس اتدفن ومالك أخوه الصغير كان مصدوم. جيك قربت منه وفضلت تحاول ترفع معنوياته. بعدين اكتشفوا إن داعش نشرت فيديو لروكي وهي أسيرة وبعدين قتلوها بوحشية على التلفزيون. جيك مش قادرة تمسك غضبها، دخلت الأوضة اللي بعدها عشان تقابل الشيخ، بس لما دخلت شافتها عوة بتتكلم في تليفونها. جيك عرفت على طول إن عوة خاينة عشان كانت قايلة من شوية إن مفيش معاها تليفون. بعد ما عوة أغمى عليها بصوا في تليفونها وشافوا إنها كانت لسه مكلمة جماعة أمير وقالت لهم مكانهم. جماعة أمير وصلت وعوة كانت لسه فاقت. قرروا يهربوا عشان 10 مليون اللي كانوا بيدوروا عليها والشيخ كانوا موجودين. على الناحية التانية جيك وفريقها كانوا بيراقبوا أمير من بعيد. بعدين جيك قالت لفريقها يتبعوا تليفونها اللي كان مستخبي في شنطة الفلوس عشان يعرفوا أمير فين. بعد كام ساعة جماعة أمير وصلت للمقر اللي تحت الأرض. أمير خد الشيخ لأوضة وقال له يستحمى. طلع إن الشيخ هيطالب منه إنه يجوز أمير على بية، بس الأول الشيخ كان عايز يعرف أمير مين عشان هو عمره ما قابله. أمير شرح إن أهله كانوا يعرفوا الشيخ بس هو عمره ما شافه. في نفس الوقت جيك والعصابة وصلوا لمقر أمير، قتلوا الحراس، وبعدين جيك لقت فتحة بتوصل لأوضة المواتير فكلهم دخلوا منها. أول ما دخلوا غيروا شكلهم بسرعة عشان ما يتعرفوش وبدأوا يدوروا على الرهائن ويفهموا شكل المكان. جيك لقت الرهائن أخيراً كانوا محبوسين بس ملقوش بيا بنت كاملة ولا أمير ولا الشيخ. في نفس الوقت بيا اللي كانت هتتجوز أمير عشان تنقذ صحابها دخلت أوضتها. وهم كل ده بيحصل أمير قال للشيخ يستعجل. بعد ما اتجوزوا أمير قال مفاجأة كبيرة وكشف إنه في الحقيقة مع داعش اللي هم أعداء طالبان، أهله اتقتلوا على إيد طالبان. وأول ما قال كده الشيخ اللي كان راجل كبير في طالبان اتقتل. بعد فترة قصيرة راجل أمير جه وقال له إن الفلوس اللي جابوها مزورة، ولقى كمان تليفون شغال فيه GPS. أمير فكر إن عوة خططت لكل ده ومتعمدة واتهمها بالخيانة. عوة اللي ما كانتش فاهمة إيه اللي بيحصل ما لحقتش حتى تشرح أي حاجة قبل ما الأمور تسوء. كل الستات اللي كانوا هناك طلبوا منهم يكشفوا وشوشهم عشان يشوفوا لو في جواسيس متنكرين بينهم. لما واحدة من صحاب جيك رفعت نقابها حصل انفجار، الأشرار هجموا وحصل تبادل إطلاق نار. جيك جرت عشان تنقذ الأسرى ولقت بيا أخيراً. قالت لبيا والباقيين يجروا بسرعة وهي هتروح تدور على أمير. الخلاصة جيك لقت أمير أخيراً. أمير اتصدم جداً عشان جيك كانت واحدة من أسراء اللي هربت من فترة. بعد خناقة جامدة جيك قتلت أمير في الآخر. جيك والفريق وهم بيجهزوا عشان يمشوا جيك شافت عوة محشورة في الأنقاض. لما حاولت تساعدها جيك قالت لها تمشي على طول عشان في حاجة أهم لازم تتعمل. فجيك والباقيين اضطروا يمشوا مع الرهائن اللي كانوا أنقذوهم. فريق الإخلاء وصل وطلعوا الناس كلها من هناك على طول. لما جيك قالت لمالك يركب الهليكوبتر سألها لو هي هتيجي كمان. جيك قالت لأ، هي هترجع تنقذ حد سابوه وراهم. مالك قرر إنه هيفضل ويساعد بدل ما يمشي.